ميولهم غريبة ومش طبيعية وملهمش في الجواز ولا الستات. ده أسوأ وأسخف حاجة ممكن تتقال على أي فنان. بس تصدقوا في نجوم كبار زي نور الشريف وسمير صبري اتقال عليهم إنهم مش طبيعيين، ومن الآخر كده شواذ. بصراحة في منهم اللي أثبت التهمة عليه، وفي اللي عرف ياخد حقه من كل الكلام اللي اتقال وقدر يثبت للكل إنه بريء من الاتهام البشع ده. الأغرب بقى إن في واحد منهم قال إن علاقتي بالقذافي السبب في الإشاعة دي. تعالوا نقول لكم حكايات 6 فنانين مع شائعات الشذوذ، وهل هي حقيقة ولا كلام فارغ. تخيلوا بعد قصة الحب الكبيرة اللي جمعت بين نور الشريف وبوسي، ظهرت إشاعة غريبة جدا قلبت الدنيا حرفيا سنة 2009، لأنها أكدت إن نور الشريف شاذ. مش بس كده، ده اتقال كمان إنه اتقبض عليه في فندق كبير وهو بيرتكب الجريمة دي. طبعا وقتها نور الشريف مسكتش ورفع قضايا على جريدة البلاغ، وده اسم الجورنال اللي نشر الإشاعة دي. مش بس كده، ده قدر ياخد تعويض كبير وكمان حكم ضدهم، لأن رئيس التحرير والصحفي اللي نشروا الخبر اتحبسوا لمدة سنة. الغريب بقى إن نور الشريف بعد ما نجح إنه يثبت براءته خرج وقال إن المثلية الجنسية حق من حقوق الإنسان، وإنه مش من حقه إنه يعترض على ميول أي شخص أيا كانت. وطبعا الكلام ده عمل قلق كبير جدا وقتها. القضية دي جه فيها أسماء فنانين تانيين زي حمدي الوزير، واللي قال إن دي مؤامرة صهيونية ضده، وقال إن ده كلام فاضي هدفه التشهير بيه هو ونور الشريف. الفنان التالت بقى اللي اتورط في القضية دي هو خالد أبو النجا، لكن الغريب إنه ما حاولش يدافع عن نفسه زيهم، وللأسف السنين اللي فاتت أعلن دعمه للشواذ في أكتر من موقف، وقال إن لازم المجتمع يعترف بيهم وبلاش يتعرضوا لأي أذية أو ضغط. مش بس كده، ده نشر شعارهم أكتر من مرة على تويتر، وطبعا تصرفاته دي عرضته لانتقادات كتيرة جدا. سنين كتير اتقال على سمير صبري إنه ملوش في الستات وعشان كده عمره ما اتجوز في حياته، لكن سمير قرر يرد على الإشاعة دي بكل وضوح قبل ما يموت بكام سنة. تخيلوا فضل سنين كاتم في نفسه وساكت، بس لما رد قال مين قال إني ماليش في الستات؟ ده أنا دخلت في علاقات مع فنانات كتير بس الموضوع موصلش للجواز. مش بس كده، ده قال إن الإشاعات دي مصدرها الحاقدين عليه، وقال خلي اللي يقول يقول أنا مش مهتم بكلامهم أصلا. خامس فنان بقى حكايته مع الميول الجنسية أغرب من الخيال، واللي اتسبب في تدمير مشواره الفني. كلامنا عن علي حميدة، واللي ظهر في أوائل التسعينات، وده بقى اتهموه بممارسة الشذوذ مع صبي ميكانيكي. علي حميدة خرج وقال إن علاقته القوية بالقذافي خلت البعض يغير منه ويفكروا في تلفيق أي تهمة ليه. وفي مرة تانية خرج وقال إنه اتخانق مع ضابط خناقة كبيرة وهو اللي ورطه في القضية دي. تعالوا بقى لآخر حكاية معانا. من كام شهر خرجت علينا إيناس الدغيدي بتصريحات غريبة جدا عن السيناريست تامر حبيب، وقالت إن ميوله الجنسية غريبة وإن الوسط الفني كله عارف الكلام ده. كمان قالت إن هو حر في حياته، وكلامها حرفيا قلب الدنيا. ووقتها تامر حبيب ما خرجش يدافع عن نفسه ولا حتى نفى الكلام ده. في النهاية بقى تفتكروا مين أكتر واحد اتظلم بالإشاعات دي؟ شاركونا بالتعليقات.